السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي في الله، هناك سؤال يطرحه الملحد ويقول: إذا كنت أنا مذنبا فيعذبني الله، ولكن الغزالة في الغابة عندما تحترق الغابة فهذه الغزالة ليست لها ذنب، فكيف الله يعذب الغزال الذي بدون ذنب في الغابة؟ كيف يعذب الله مخلوقات يكون في الغابة؟ هذا السؤال يسأله ويطرحه بعض الملحدين. أحبابي في الله، اليوم نحن نرد على هذا السؤال ونقول لكم كيف. أولا، نثبت لكم بأن الإنسان هو الذي يعذب هذا الغزال، ونثبت لكم بأن هذا الغزال الإنسان مالك له، والله خلقه للإنسان، والإنسان يملك هذا الغزال. هذا الغزال غزال للإنسان خلقه الله، نثبت ذلك. وبعد ذلك نثبت بالآيات والأحاديث إن الله سبحانه وتعالى يعوض هذا الغزال بالألم الذي تألم في هذه الغابة. الآن نبدأ بهذه الآية: أولم يروا إنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أي الله خلقه وأنت صاحبه. الله خلق هذا الغزال والحيوانات الأخرى، ولكن هذا الغزال أنت صاحبه وأنت مالكه. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: وذللناها لهم فمنها يركبون ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. يعني هذه آية يقول الله سبحانه وتعالى: إني خلقت هذا الغزال، أو أي حيوان آخر في بالك، يقول الله سبحانه وتعالى: إني خلقت هذا الحيوان لك. عندما تكون في الغابة أو فوق الجبل أو في أي مكان وترى مجموعة من الغزلان فوق الجبل أو في الغابة، كم يسر ذلك عينك، كم تفرح أنت بذلك، إنك تفرح كثيرا بذلك. فهذا من صنع الله، الله خلقه لك كي تتمتع وكي تفرح برؤيا هذه الحيوانات. اسمع يا من تصنع الأسئلة دون أن تعرف ماذا قال الله وقال الرسول. اسمع: بسم الله الرحمن الرحيم: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. والأنعام خلقها لكم. افهم هذه الكلمة: الله خلق هذا الحيوانات لك، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ولكم فيها جمال، أي هذا الجمال من الحيوانات لك. الله له ملائكته سبحانه وتعالى، وله أشياءه الذي في الجنة، ما لا يعتقده العين، ما لا يخطر في بال إنسان، وكلها لا تموت وكلها لا تتألم. اسمع: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون.
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وزينة، الزينة هو الجمال، الغزال جميل. الله يقول إني خلقت هذا لك. اسمع يا عبد الله، أحبابي في الله، هذه الآيات تدل على إن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الحيوان للإنسان وسخر كل شيء للإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلا أخذناه بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله لا يظلم أحد، لا يظلم الغزال، ولكن الإنسان هو الذي يظلم نفسه ويظلم المخلوقات وما الله أعطاه من ملك. هذا هو الجواب. الإنسان هو الذي يعذب الغزال بذنوبه وليس الله. الله يقول في آياته وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله يعوض هذا الغزال في الآخرة. وإذا الوحوش حشرت كل الدواب سوف يحشرون في يوم القيامة، والله لا يظلم مثقال ذرة. والآن سوف نأتي بأحاديث وآيات أخرى يثبت ذلك. وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه: حدثني عباس بن محمد وأبو يحيى البزار قال حدثنا حجاج بن نصير حدثنا شعبة عن العوام بن مراجم من بني قيس بن ثعلبة عن أبي عثمان النهدي عن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة. إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة. ما هو الجماء وما هو القرناء؟ القرناء يعني التي لها قرون، والجماء والجلحاء يعني التي لا قرون لها. والمعنى المقصود إن الشاة التي لها قرون وأذت شاة لا قرون لها، وتلك الأخيرة ما استطاعت رد الأذى أو دفعه عن نفسها، لذلك فإنها يقتص لها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فإنها يقتص لها يوم القيامة. الله سوف يقتص لها يوم القيامة، للشاة الجلحاء والشاة الجماء. انظروا إلى عدالة الله سبحانه وتعالى يا أحبابي، وأنت تأتي وتقول الغزالة تحترق في الغابة والله يعذبه. الله يأخذ بحق شاه جلحاء، شاتين تشاجرا في الغابة، والشاه القرناء ضربت الشاه الجلحاء. يوم القيامة الله سوف يقتص لها للشاة الجلحاء. هذا هو الله وهذا هو عدالة الله. الآن أحبابي في الله سوف نتكلم عن الحيوانات، وبحديثين سوف نأتي به ونثبت بأن الحيوانات تدخل الجنة. عن أبي بريدة عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أحب الخيل ففي الجنة خيل. قال: إن يدخلك الله الجنة فلا تشاء
أن تركب فرسا من ياقوتة حمراء تطير بك في أي جنة شئت ألا ركبت. رواه أحمد والترمذي والطبراني. أحبابي في الله، الفرس والحصان يدخل الجنة حسب هذا الحديث. حديث آخر أحبابي في الله، وهذا دليل آخر على أن الناقة تدخل الجنة. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة، أي أتى بناقة وسوف يحصل على 700 ناقة مخطومة في الجنة. الناقة تدخل الجنة. وكذلك جميع الحيوانات يوم القيامة سوف تحشر. وإذا الوحوش حشرت، فهذه الوحوش وهذه الحيوانات كلها سوف تحشر. وحسب الأحاديث، ولا أريد أن أطول عليكم في الأحاديث، هنالك أحاديث كثيرة يثبت بأن الأغنام من حيوانات الجنة، والطيور أيضا من طيور الجنة. هذه النوع من الحيوانات يدخلون الجنة. ويقال أيضا بأن يوم القيامة سوف الله يجمع جميع الحيوانات. هناك حيوانات يدخل الجنة، وهنالك حيوانات يمحوها الله سبحانه وتعالى ويقول لها كوني ترابا فيكون ترابا، فلا يبقى الوجود لها. ولذلك أيضا في يوم القيامة يقول الإنسان: يا ليتني كنت ترابا. هذا هو عدالة الله سبحانه وتعالى. بعدما يحكم الله بين الوحوش وبين الحيوانات ويأخذ حق كل واحد ويقتص للمظلوم حقه من الحيوان الآخر، فالله سبحانه وتعالى بعد الحق والعدالة الكاملة ولا يظلم أحد. مثلا لو كان هنالك 5 أسود وهجموا على أسد وقتلوه، فيوم القيامة الله سبحانه وتعالى يأتي ب5 أسود ويأخذ حق هذا الأسد الذي مات وقتلوه. وكذلك الله سبحانه وتعالى مثلا لو الأسود لا تدخل الجنة فيقول لها كوني ترابا فيكون ترابا، فالأسود لا تدخل الجنة مثلا. هذا والعلم عند الله. فبعدما أن يؤخذ حق كل دابة من الآخر، الله يأخذ أنواع من الحيوانات إلى الجنة ويمحو بعض من الحيوانات ويقول لها كوني ترابا فيتحولون إلى تراب ولا وجود لهم. هذا الغزال الذي نحن نتكلم عنه أيضا الله سبحانه وتعالى حسب تصوري وقلبي يقول لي الغزلان أيضا من المحتمل أن يكونوا من حيوانات الجنة، لأنها جميلة ولأنها شيء يريح القلب والنظر عندما يراه الإنسان. فلذلك الله يعوضها عن ذاك العذاب ويعطيه حقها، وبعد ذلك يدخل إلى الجنة. وهكذا. وإن الله إذا لم يرد أن يدخل الغزال إلى الجنة فيقول لها كوني ترابا فتكون ترابا. وهذا هو عدالة الله، وهذا هو ميزان الله سبحانه وتعالى. هذا ما قاله الله، وهذا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حول هذه الدواب وهذه الحيوانات. ولا يحق لنا أن نقول بأن نحن البشر أن نفكر بهذه الطريقة. الله لماذا يعذب الغزال؟ أنت أيها الإنسان، أنت من لا تشكر الله ولا ترى نعمة الله ولا ترى آيات الله،
فكيف لا يعاقبك الله بحرق غابة أو بفيضان أو بزلزال أو بأي شيء؟ الله له نظام كما ذكرنا. إن أحببت الله وإن عبدت الله، الله سوف يأخذك إلى الفردوس الأعلى ويجعلك أن تعيش مع الرسل وأن ترى الله كل يوم. وإنما عكس ذلك، إذا أنت اخترت هذا النوع من الأسئلة وألحدت ولا تؤمن بأي شيء وعقلك لا يستطيع أن يؤمن بالله، بكل هذه الآيات وبكل هذه الأنظمة الذي في جسدك والنظام الكوني وكل شيء حولنا يدل على الله، فأنت أذنبت فأحرقت مع نفسك غزالتك وأحرقت سيارتك وأحرقت بيتك بالفيضان وبالزلزال وبكل شيء. أنت من تعذب الغزال، فإن الله لا يعذب الغزال، الله يعوض الغزال يوم القيامة يوم الحساب، لأنها تعذبت في الغابة واحترقت في الآخرة، ويدخلها الجنة والعلم عند الله. فلذلك إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الله لا يظلم الغزالة، الله لا يحرق الغزال ويعذبه فقط. فهذا هو الجواب على السؤال لماذا الله يعذب الغزال. أخي الذي لا تؤمن بالله يا ابن آدم، يجب عليك أن تفكر أولا قبل أن تضع هذا السؤال: ماذا قال الله وماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الحيوانات، وكيف هي تلك الآيات والأحاديث. هذا والله أعلى وأعلم، ودمتم في رعاية الله وحفظه.